السلام عليكم. كان في حد سألني في الكومنتات سؤال مهم جدا، قال لي عاوز شرح ايه الفرق بين أدوية الحساسية. فقررت اعمل الفيديو ده عشان اجاوب على السؤال ده بالتفصيل ونوضح كل حاجة عن مضادات الهستامين من اول جيل لاخر جيل، والموضوع مش بس نوم وخلاص. أدوية الحساسية اللي بنسميها مضادات الهستامين بتشتغل إنها تمنع تأثير مادة اسمها الهستامين. الهستامين دي إيه بقى؟ الهستامين دي اللي بيطلعها الجسم كرد فعل، هي اللي بتعمل العطس والحكة والدموع والرشح والحساسية اللي بنحس بيها لما يجيلنا أي أعراض حساسية أو التعرض لعدوى ما. لكن مش كل الأدوية زي بعضها، في فرق بين الجيل الأول والجيل التاني والجيل التالت. تعالوا بقى نعرف إيه الفرق بينهم، وده اللي هنشرحه دلوقتي. اول جيل زي الكلورفينرامين كمثال ليه في السوق الهستوب، والدايفين هيدرامين اللي بنحط في ادويه الكحه كتير زي الاكزيلين. دي ادويه بتعدي للمخ بسهوله جدا، وبالتالي بتعمل خمول ونعاس بشكل واضح. بالنسبه للادويه دي بقى، دي ممكن تفيد لو الحساسيه بتزعجك بالليل ومش قادر تنام، لكن بالنهار مش هتعرف تشتغل ولا تسوق وانت واخدها. كمان ليها أعراض جانبية زي جفافة الفم وصعوبة التركيز، ده غير إن تأثيرها بيشتغل مدة قصيرة، يعني ممكن تضطر إنك تاخدها أكتر من مرة في اليوم عشان تدي تأثير كويس. بعدها بقى ظهر الجيل التاني من أدوية مضادات الهستامين، كمثال ليه المادة الفعالة اللوراتيدين اللي هي في السوق، في دواء ليها اسمه لورين، أو مادة فعالة اللي هي الستريزين زي الزيرتك، أو الليفوستريزين اللي هي زي السيزال، وأمثلة تانية كتير. دول بقى أقل في النعاس كتير جدا مقارنة بالجيل الأول. ممكن برضو بعض الناس تحس شوية خمول أو نعاس خصوصا مع الزيرتك، لكن اللورين والسيزال أقل جدا في الموضوع ده. الميزة بقى في أدوية الجيل التاني دي إن تأثيرهم بيشتغل فترة طويلة، يعني ممكن تاخدهم مرة واحدة في اليوم كفاية جدا من غير ما يأثروا جامد على نشاطك، ويعتبر تركيز كويس جدا ليهم إنهم يتاخدوا مرة واحدة بس في اليوم. نيجي بقى للجيل الثالث زي الفيكسوفينادين كمثال ليها التلفاست، او الديسلوراتيدين كمثال ليها النيورين. دول تقريبا مش بيدخلوا المخ خالص، يعني مفيش نعاس تقريبا ولا تأثير على التركيز، وبالأخص النيورين كأحدث واحد. كمان الأدوية دي أقل في الأعراض الجانبية، وده بيخليها الاختيار الأفضل للناس اللي شغلهم محتاج يقظة أو بيسوقوا كتير أو بيسافروا على الطرق. وكمان تأثيرها بيمتد لفترة طويلة، يعني تاخدها مرة واحدة في اليوم حبة مساء وخلاص. وممكن يتاخدوا لفترات طويلة بأمان أكتر بس بعد استشارة الطبيب المعالج. طيب ايه الخلاصة من الموضوع ده؟ لو بتاخد مضاد هيستامين بالليل ومش فارق معاك النوم او الاعراض مخلياك مش عارف تنام، الجيل الاول ينفع اللي هو الهيستوب. لو عايز دواء طول النهار ومش عاوز خمول، الجيل التاني او التالت الافضل ليك. لو عايز احدث حاجة ومفيش نعاس خالص تقريبا، اختار من الجيل التالت وبالاخص النيورين او بدايله. ونصيحة مهمة جدا، حتى لو الدواء بيتاخد من غير وصفة، استشير الدكتور او الصيدلي لو عندك امراض مزمنة او بتاخد ادوية تانية، عشان ما يبقاش فيه تدخلات او مشاكل وانت ما تعرفش. دي كانت نظرة كاملة على أجيال أدوية الحساسية والفروقات بينهم. قولوا لي في الكومنتات بتستخدموا أي نوع، وهل جربتوا فعلا فرق النوعاز بينهم ولا لأ. ولو عندكم أي سؤال زي الفيديو ده سيبوهولي تحت في الكومنتات، يمكن الفيديو الجاي يكون رد على تعليقك. وأخيرا الله يديم عليكم الصحة والعافية، ولو استفدتوا من معلومة ما تنسونيش من لايك ومتابعة، وسلام عليكم.